أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل. في حلقتنا بنركز على المبادرات والمشاريع المختلفة، ساعات المبادرة أو المشروع أو ذكية علشان تساعد الناس وتساعد المجتمع. في حلقاتنا قبل كده اتكلمنا على البيت الذكي، اتكلمنا على المستشفى الذكي، وفي حلقة النهاردة هنتكلم على مشروع ذكي جديد وهي المزرعة الذكية، بما انه المستقبل لكل ما هو ذكي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة. وبيسعدنا في حلقة النهاردة استضافة الدكتور عبد الله نبيل، وهو أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات، كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا هنتكلم في الحلقه دي على مشروع المزرعه الذكيه. تمام. وطبعا المشروع ده فاز او يعني اشترك في مسابقه المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، واحنا حابين نتكلم اكتر طبعا بالتفاصيل عن هذه المبادره. أكيد. في البدايه حابين نتعرف عليكم كتيم، انتوا فريق ورا هذه الفكره. طيب، هو احنا تيم، احنا يعني انا دكتور عبد الله نبيل، انا بتكلم النهارده باسم التيم. احنا تيم في الاساس مكون من اعضاء اكاديميين، احنا 3 اعضاء تدريس في جامعه المنوفيه من اقسام مختلفه، من قسم الكمبيوتر ساينس وبالاضافه لقسم الكنترول، وفي معانا ناس في قسم الكوميونيكيشن. هو الهدف كده بكل بساطه ان احنا كنا حابين نوحد كل الخبرات اللي موجوده عندنا في الاطار بتاع بقى تكنولوجيا المعلومات بالنواحي المختلفه بتاعته، في ان احنا نحل المشكله الاساسيه المتاحه عندنا هنا في مجال الزراعه. ليه اخترتوا الزراعه؟ يعني انتوا من كليه هندسه كان ممكن طيب. تتوجهوا الى اي مجال اخر، لكن ليه اخترتوا الزراعه؟ طيب، هو احنا عندنا في الكليه وبشكل عام في المجال بتاعنا، احنا دايما بنحل المشاكل الموجوده في ارض الواقع. تمام. فليه احنا اخترنا الزراعه؟ هو الموضوع كبير شويه. احنا الحضاره بتاعتنا في الاساس هي حضاره زراعيه. تمام. احنا الاقتصاد بتاعنا بيعتمد على الزراعه بشكل كبير، ومش احنا بس. مؤخرا التغيرات المناخيه اللي حصلت وارتفاع درجات الحراره والكلام ده كله بدا ياثر بشكل كبير جدا الرقعه على الزراعيه. الرقعه الزراعيه وعلى المنتج الزراعي نفسه. يمكن لاحظنا في نهايه 2021 او بدايه من منتصف 2021 تقريبا كده، محصول المانجا، لا مفيش محصول مانجا، مش موجود. الاسعار غلت جدا، حتى المتاح منها جودته مش كويسه. طب ايه اللي حصل؟ ارتفاع درجه الحراره مره واحده، الطرق العاديه للري والكلام ده كله ما كانتش مناسبه، فاللي حصل ان المحصول فقد منه تقريبا اكتر من 60 او 70% من المحصول. ده انعكس علينا بشكل مباشر. طيب، بعدها على طول لقينا وزاره الزراعه تبدا تشير ان الفلاح، لا خلي بالك من الاحتياطات بتاعتك، انت المفترض التعامل معاك او التعامل مع الارض بتاعتك علشان تبدا تواجه التغيرات اللي بتحصل في الفتره اللي جايه دي. بدات تنزل ارشادات كتير، بدا ينوهوا بشكل اكبر في كل المحاصيل تقريبا ان هو التغير ده هيؤثر على الحاجات دي كلها، وفعلا كان بيكون في فقد في الانتاجيه. تم الاعلان عنه من اكتر من مكان، بتوصل من 30 ل 40 وبتوصل في بعض الاحيان ل 50% من الانتاجيه. كل العوامل دي شجعتكم او خلت فيه انتباه بالظبط كده. اكتر كل العوامل انتوا دي عايزين تركزوا يعني في مجال الزراعه؟ بلورت قدامنا المشكله وكبرت حجم المشكله، وكلنا كنا متاثرين فيها في الواقع. يعني كلنا طبعا بننزل وبنحاول نجيب المنتجات بتاعتنا، الثمرات اللي احنا بناخدها، سواء كان اي حاجه بنعتمد عليها في بيوتنا بشكل يومي. الاسعار يا اما عاليه شويه. طب ليه الاسعار عاليه؟ لان المنتج مش موجود، او حتى المنتج المتوفر جودته مش عاليه. كان زمان شويه كنا ممكن نجيب الحاجه ونسيبها كده تقعد في الثلاجه اسبوعين 3، دلوقتي لا، هي 3 4 ايام وعلى طول بتفسد. بالظبط كده. طب ايه السبب يا جماعه؟ لا ده هو السبب والله، ده التغيرات دي كلها احنا بنحتاج ان احنا نديها ميه، فاحنا مش عارفين هل الميه دي كويسه ولا مش كويسه. هل في عوامل كتير بتدخل هنا في الموضوع، ممكن تبقى التربه، ممكن تبقى الميه، وغيره، غير ان احنا يعني طبعا يمكن في ازمه الاساس فيها مياه كمان. وهي بتاثر طبعا على بالظبط. بالظبط. يعني طرق الزراعه. يعني حتى الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي في الري، احنا عايزين طرق تكون يعني فيها ترشيد اكتر من المياه وغيره. طيب نتكلم على سمارت فارم، فكره تمام. المزرعه هو بس الذكيه. في نقطه بسيطه كنت حابب اوضحها كمان بالنسبه للموضوع ده. طب احنا كده بلورنا المشكله نفسها وعرفنا ان في مشكله. طب ايه بقى اللي حفزنا اكتر كمان للمشكله دي؟ كانت رؤيه مصر 2030 اللي كان من ضمن الحاجات الاساسيه بتاعتها مجال الزراعه، التحول الرقمي والتكنولوجي في الزراعه، علشان نقدر نواكب التطور المطلوب، ونقدر اذا كان في تغير في المناخ احنا مش عارفين نتحكم فيه، فعلى الاقل نتوائم معاه، نادبت مع التغيرات دي كلها، بحيث ان احنا نفضل محافظين على مستوى الانتاجيه بتاعتنا. تلاها على طول كان الاعلان عن اهداف التنميه المستدامه من الامم المتحده، وكانت برضو بتركز بشكل كبير قوي على امن الغذاء والزراعه والحاجات دي بشكل كبير. فكل الحاجات دي كده شجعتنا، لا انتوا الحاجات دي كلها متاحه قدامكم، واحنا الطول التقني او الجانب التقني اللي في الموضوع، فخلاص يلا بينا نبدا نشتغل في الاريا دي. وكان سمارت فارم. وكان سمارت فارم دي كانت نتكلم بدايه على سمارت المزرعه فارم. الذكيه، ايه اكيد. ممكن نقول الفيتشرز او ملامح هذه المزرعه؟ طيب، هي الموضوع كله ببساطه ان احنا بنقدم هاردوير يونت.
جهاز كده صغير. الجهاز ده بيتم وضعه في المزارع عند سواء بقى كان على مستوى اللي هو المزارعين الصغيرين، او في المزارع الكبيره، او في شركات استصلاح الارض الكبيره لو في حد عنده اكتر من 200 300 400 فدان، عشان يبدا يتابع الامور دي كلها. الاجهزه دي بكل بساطه كده بتبدا تجيب كل المؤشرات الحيويه اللي تخص التربه والمزروع نفسه. درجه حراره، مستوى رطوبه، نقول مثلا مستوى ميه. ملوحه، الرطوبه بتاعه التربه عامله ازاي، احتياج النبات للحاجات دي كلها ازاي، بعض الحاجات المخصصه للعناصر الكيميائيه اللي في التربه اللي بيحتاجها النبات. فبنبدا نجمع البيانات دي كلها عن طريق الهاردوير يونت دي، ونبدا نبعتها على كلاود سيرفرز موجوده عندنا، بنبدا نعمل عليها تحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبعدين بعد كده نبدا بعد كده ندي نقول كده ايه، يعني التوصيات دي بنديها بقى اما للمزارع في شكل بسيط على شكل الوان وحاجات زي كده يبدا هو يفهمها ويقدر يتعامل بيها، او للمهندس الزراعي المسؤول عن المكان كله. التوصيات دي بتتلخص امتى يستخدم ميه وامتى لا، امتى يبدا يستخدم مخصبات زراعيه وايه نوع المخصب الزراعي اللي الارض فعلا محتاجاه، امتى يستخدم مبيدات حشريه وامتى لا، امتى يبدا اصلا يحط كميه الميه بقد ايه والتغير بتاعها، بالاضافه لان احنا بنديله كمان بعض التنبؤات اللي بنربطها بالتنبؤات الجويه. يعني حضرتك لو انت في العادي مثلا كنت المفترض الزرعه بتاعتك هتديها ميه كمان يومين او ثلاثه، لا خلي بالك احنا الفتره اللي جايه دي هيكون فيها موجه صقيع، فهنأخر الموضوع شويه، بدل يومين او ثلاثه بنخليها 5 أو 6 ايام عشان تتوائم مع التغير اللي بيحصل ده. احنا دايما بنعتمد على خبره هنا المزارع احنا في خبره هنا. المزارع طبعا ده كان الاساس عندنا، يعني هو ده لحد فتره قريبه كان كويس جدا، ولكن خلينا نقول ان احنا ممكن كلنا التكنولوجيا دلوقتي. تساعد، يعني هنا ممكن التكنولوجيا والوسائل الحديثه تساعده. هو احنا بنقول له انت خبرتك موجوده وانت هتفضل زي ما انت، بس احنا هنساعدك تاخد بالك من الحاجات انت مش شايفها، بس مش اكتر من كده. احنا ممكن كلنا خلاص احنا دلوقتي في موسم بدأنا في البرد شويه وخلاص نيجي تاني يوم الصبح نلاقي الجو حر، احنا ما نعرفش. ولكن لو احنا عندنا المعرفه انه بكره هيكون في موجه حاره، فهنبدا ناخد اعتبارنا من البدايه كده ان احنا لا خلي بالك هنخفف شويه في اللبس، حاجات زي كده. نفس الكلام احنا بنعكسه بالظبط مع المزارع. تمام. هنا ممكن نتكلم على الاكسبيرمنتس او التجارب اللي انتم قمتوا بيها، طبعا تو تيست او ل طيب يعني هو الموضوع عندنا بدأ في الأول ببروتوتايب كده صغير بدأنا عملناه نموذج اولي. بالظبط كده، وده كان نموذج أولي. ويمكن كان الدور الكبير فيه برضه كانت الكريتيفا هابس اللي أنشأتها وزارة الاتصالات في المحافظات المختلفة. وبرضه يعني أنا بستغل بصراحة الفرصة كده وبوجه الشباب إن هو لازم يبدأوا يدوروا على الموضوع ويبدأوا يعرفوه. أي حد عنده فكرة ناشئة لازم يبدأ يتواصل مع الجهات دي، هتساعده كتير جدا. احنا جانب اكاديمي كويس جدا، ولكن كجانب بزنس ودراسه جدوى للمشروع والكلام ده كله ما كانش عندنا الخبره بحكم ان احنا مش مختصين بيها يعني. فلما توجهنا للجهات دول بدانا بقى ندرس الموضوع من جانب البيزنس والسوق نفسه. احنا ازاي هنحول ده لمنتج منتج. ينزل السوق ويكون فعلا موائم لاحتياجات العميل الموجود في السوق. وبدانا بقى ناخد جهات مختلفه شويه. خدنا التراك معاهم في البدايه، وبعدين بدانا نشتغل في الفكره بتاعتنا ونطورها اكتر، وبدانا عملنا نموذج اولي. الحمد لله بدانا نطبقه في اكتر من مكان، في ارض زراعيه وفي ارض صحراويه وفي اماكن بتختص شويه بالابحاث الخاصه بالزراعه زي المراكز البحثيه والحاجات دي كلها. والنتائج الحمد لله مبشره جدا جدا يعني. نتكلم على الاشتراك في المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، جت ازاي؟ وايه ممكن نقول الخبره اللي انتم استفدتوها من هذه المشاركه؟ طيب هي المبادرة دي بصراحة يعني أنا حابب برضو يعني أشكر القيادة السياسية عامة على المبادرة دي، وأتمنى إن هي دايما كده إيه تفضل إن شاء الله مستمرة معانا. وده زي ما صرح سيادة الرئيس وسيادة رئيس الوزراء. هو بكل بساطة المبادرة هي كان الهدف منها إن إحنا
في عندنا تطور في المناخ وفي عندنا تطور في البيئه بتاعتنا كلنا، فاحنا عايزين نواكب التطور ده بما يفيدنا، وفي نفس الوقت نقلل من الاضرار اللي احنا ممكن نكون بنسببها للبيئه دي. طيب اللي عنده مشاريع يبدا يتقدم بيها. على مستوى المحافظات كلها تم التقدم في المشاريع، طبعا كانت كل محافظه بتحاول تجمع المشاريع بتاعتها وبعدين بعد كده تبدا تصفيهم. احنا الحمد لله كنا مشتركين في محافظه المنوفيه باسم المحافظه، بما ان احنا الكليه بتاعتنا هناك والبدايه بتاعتنا كانت هناك. الحمد لله فزنا بالمركز الاول في فئه الشركات الناشئه. وحققنا نتائج كويسه جدا، وتم تكريمنا في يمكن المؤتمر اللي تم الاعلان عنه نتائج، في كان محافظه الغربيه وكفر الشيخ والمنوفيه الثلاثه مع بعض. وتم تصعيد الموضوع بعد كده، وقابلنا سياده رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء الكتير اللي شجعوا الفكره بتاعتنا وقالوا ان هي فعلا من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها ومحتاجين نطبقها فعلا في ارض الواقع يعني. دي بالنسبه لنا كانت بدايه كده لتسليط الضوء على المشروع بتاعنا، وان احنا بنعمل ايه بالظبط وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل مكملين فيها. من ضمن الحاجات المهمه بقى اللي تم تسليط الضوء عليها كمان، ان المبادره دي مش بس هي السنه دي، لا ده هي مستمره في كل سنه، يعني دايما هيتم الاعلان عنها في وقت معين من كل سنه، والناس اللي عندها مشاريع تبدا تتقدم، ونبدا نشوف نفرز المشاريع دي كلها ونقيم الناس دي كلها ونشوف مين فيهم المشاريع اللي هتكون اولى بالتنفيذ في الوقت الحالي في المجتمع، ونبدا في التنفيذ فيها. تم اختيار اعتقد السنه دي حاجه و20 مشروع للتنفيذ فعلا. فحضرتك لك تتخيلي لو كل سنه كده حاجه و20 مشروع واحنا ماشيين سنه في سنه في سنه، فاتوقع ان هو الموضوع هيبقى مؤثر جدا جدا في البلد عندنا، وهينقلنا من مكان لمكان تاني. يعني احنا بنتمنى دايما استخدام كل الافكار أكيد الذكيه، أكيد. خاصه اللي بيبقى وراها شباب دايما بيبقى عندهم نظرة مختلفة للأمور وحلول مختلفة للمشاكل. فاحنا بنتمنى طبعا انه احنا ندعم الشباب في هذه الجزئية. لو احنا طبعا. اتكلمنا اكتر كمان على سمارت فارم، المزرعة الذكية، غير ان هي بتساعد المزارع، هي ممكن تخلق فرص عمل او ممكن تدعم الشباب، ممكن طيب المرأة. احنا المشروع بتاعنا كان له عدد من المحاور احنا بنشتغل عليها. المحور الاول والاساسي يمكن هو كان توفير مستوى او توفير استخدام المياه اللي احنا بنستخدمها. مش هنقول علشان بدأ يكون المياه بتقل شويه، طبعا احنا ده امر مفروغ منه وعارفين الحلول بتاعته هتكون فين وازاي، ولكن احنا ما زال احنا عندنا الاستخدام غير مرشد، هو غير يعني مش استخدام جيد. فاحنا بس كان الهدف الاول ان احنا طالما احنا بنستخدم مياه فنستخدمها بشكل كويس، خصوصا مرشد. في الاماكن الصحراويه. لو في ارض صحراويه فاحنا بنطلع ميه من ابار جوفيه او حاجه زي كده، الموضوع مكلف وبيكون في دفع فلوس كتير عشان اطلع الميه دي. فانا هدفع فلوس كتير عشان اطلع ميه استخدمها بشكل المناسب ليها يعني. ده هيقلل في التكلفه كتير، فده كان المحور الاول. المحور الثاني عندنا كان بقى الحصول على ثمره اصلا فيها اقل كميه من المبيدات المستخدمه، وده هنوفقه عندنا بشكل اساسي كده في ان احنا ايه بنقول له طب انت هتدي للمزروع الاحتياج بتاعه بس. لما انت تدي له الاحتياج بتاعه مش هيتراكم عنده ميه كتير، لما مش هيتراكم عنده ميه كتير مش هيحصل بعض الامراض اللي بتحصل عند الجذور نتيجه الميه دي، فبالتالي انا مش هدي مبيدات. فبالتالي النبته نفسها بدل ما كانت مستهلكه على مدى الموسم بتاعها وعلى طول ما هي ماشيه كده عماله اديها مبيدات، ابدا عايز امشي مدات شويه فادي ميه تاني فتبدا تعمل امراض انتوا تانيه، بتوازنوا فبنوازن يعني. كل ده. طيب نيجي بعد كده بقى ان احنا ده كان المحور الثاني عندنا، ان احنا عايزين نطلع نبته تفيدنا احنا بمستوى بشكل صحي كويس، وفي نفس الوقت تفتح بقى الافق للتصدير تاني، ما يكونش في عندنا لا المحصول ده احنا مش هناخده نتيجه ان هو مش مناسب يعني. معايير مش مناسبة بالظبط للأسواق كده. دي الأجنبية أو بالظبط دي النقطه الثانيه اللي كنا بنشتغل عليها. النقطه الثالثه ودي المهمه، ان احنا كنا عايزين نقلل التكلفه الاجماليه للمزروع، ودي الحمد لله قدرنا نحققها باكتر من حاجه، من ضمنها توفير نفقات المياه، توفير كميه المخصبات يعني نحط بعض الاساليب والطرق الممنهجه اللي هي بدا يوصي بيها المهندسين الزراعيين، ودي تم استخدامها وبقت تديهم انتاجيه من 30 ل 40% زياده في نفس الفدان. كانت تكلفه الفدان قبل كده لو قلنا مثلا اكس، فاحنا دلوقتي بنوفر في الفدان في السنه تقريبا 18000 جنيه. ده بالنسبه للاكسبيرمنت اللي بتحصل حاليا، طبعا على مستوى المزروعات المختلفه. طيب بالنسبه بقى للمزارع نفسه احنا بنعمل ايه؟ بنقول له كمان ارشادات. انت حضرتك الموسم اللي جاي مثلا قدامك 3 اوبشنز دول ممكن. البوتنشال، ايه امكانيات واوبشنز اولا عندك، امكانيات اختار الارض بشكل بتاعتك افضل حاليا طبعا. هي ايه بالنسبه للمواسم اللي فاتت. فانت يفضل ان انت الموسم الجاي كمان بدل ما تزرع واحد لا ازرع اتنين، لان اتنين ده انت هتحتاج له مبيدات ومخصبات اقل، فهتلحق التربه ان هي تكون من نفسها بالتاني. هيكون تكلفه الحاجات اللي انت هتحطها اقل وهتدي انتاجيه احسن، فتقوم الموسم اللي بعده مش اللي جاي اللي بعد اللي انتوا جاي بتعملوا تبدا ترجع تاني. الحسابات، فبتقدروا ان انتوا الحسابات اللي هي تدوا المستقبليه في دي بالظبط الاوبشنز كده. اللي موجوده طبعا. يعني احنا
شايفين ان ده ممكن يفتح كمان يعني فكره دي ده الاستثمارات. كانت النقطة الأخيرة. يمكن قبل الاستثمارات كمان احنا بنوفر بقى كمان وبنمكن المرأة عن طريق فتح فرص عمل ليها، المهندسات الزراعيات بالتحديد. كل يعني النص الثاني بتاعنا كده اللي هو المهندسات الزراعيات دول كان مشكلتهم الأساسية في العمل إن هي مش قادرة تنزل الأرض وتتابع الأرض والكلام ده كله. لا احنا دلوقتي تعملوا بقينا اونلاين. على طول. انت حضرتك مش محتاجه تنزلي الارض دلوقتي، انت بتقدري تتابعي حاله الارض بحاله التربه بحاله النبات بكل حاجه عن طريق الشاشه الموجوده قدام حضرتك، سواء كانت موبايل ابلكيشن او سواء كان ويب داشبورد انت بتدخلي عليها وتبداي تشوفي كل حاجه. فده فتح لهم فعلا فرص عمل، وان شاء الله ناويين نكمل فيه بحيث نفتح الافق بشكل اكبر ليه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الله نبيل، ومشكر حضرتك كمان. استاذ مساعد بقسم الهندسه وعلوم الحاسبات بكليه الهندسه الالكترونيه جامعه المنوفيه. ألف شكرا شكر. جزيلا لحضرتك ولفريق العمل ومتشكر على يا ريت. هذه الفكره. بنتمنى ان هي تتوسع، وانه اكيد ان شاء الله بإذن الله. في الاخر انه نلاقي ده بيتحقق على ارض الواقع، ان ده احنا اكيد. نلاقي منتج ويعني يكون في زي ما حضرتك قلت مبيدات اقل، يكون يخدم الصحه العامه، يخدم طبعا يخدم الصحه، الاقتصاد وفي بتاعنا عن نفس طريق الوقت ان احنا التصدير. نفتح زي ما حضرتك قلت بالظبط. يعني اسواق اسواق جديده لمنتجاتنا، للتصدير. وخصوصا ان هي منتجات كويسه يعني وكل الناس بتحبها يعني. يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، العفو يا فندم. وبنتمنى متشكر لكم جدا كل لحضرتك. التوفيق. جميعا ان شاء الله. شكرا متشكر جزيلا. جدا ليك. شكرا.